وصلنا معكم لفقرتنا الختامية واللي رح تكون مع الغناء لنتعرف على موهبة غنائية شابة. وضيفنا اليوم حلا اجى من دير الزور ليكون معنا اليوم. خلونا نرحب نحن وانتم مشاهدينا بالمغني الشاب علي النزال. يسعد صباحك. صباحك. اهلا وسهلا فيك. صباح أهلا الخير. وسهلا فيك ونورتنا لليوم. أهلا وسهلا فيكم، وبدي صبح من شاشتكم الكريمة على كل حدا عم يتابعنا وعلى سوريا الحبيبة، وشكرا على الاستضافة الكريمة. أهلا وسهلا فيك. بالبداية بدي أسألك، بدنا نتعرف عليك أكثر ونعرف إمتى بلشت بموهبة الغناء؟ صراحة أنا علي النزال من دير الزور، دارس معهد موسيقى سنة ثانية. بلشت الغناء بعمر صغير، يعني بعمر 14 سنة. وبتعرفي أنت بالبدايات بأي موهبة كانت بيكون في شوي صعوبة، ولكن لما الواحد بيفوت بالطريق الصحيح، بيفوت مع أساتذة صح، بيسلك الطريق الصح يعني، وبياخذ الإيجابيات والسلبيات، بيكون أكيد في نجاح فيما بعد. والحمد لله أنا قدرت أتخطى هالشيء من خلال دراستي، موهبتي يعني دراسة أكيد كملتني أكثر. حلو. هاي أنا كنت بدي أسألك كمان إنه قد إيه مهم إنه دراستك بمعهد الموسيقى عم يدعم موهبتك بالغناء، عم بيساعدك هذا الشيء؟ تماما، هي أكيد. هلا الواحد لما يكون موهوب ويتعب على حاله، بتيجي الدراسة يعني بتنفرض عليه، دراسة مفروضة عليه، بيتثقف موسيقيا، بيختص بآلة ما، بيزيد خبراته أكثر. في شيء آلة مختص فيها؟ هلا والله أنا عم بتدرب على العود إن شاء الله، من هون لأتخرج أكون عازف عود إن شاء الله. إن شاء الله يا إن شاء الله. طب بدي أسألك، يعني في كتير ألوان غنائية، حضرتك شو اللون اللي بتفضله؟ بتفضل تغني وأكيد تسمعه كمان. والله أنا شوفي هلا أنا لوني الأساسي الفراتي، يعني أنا كوني ابن محافظة دير الزور. صحيح. والعراق شقيق علينا، يعني قريبة على دير الزور. نحن كثير في عندنا ناس مثلا، ومني أنا ببلش بغني العراقي الفراتي الساحلي الحلبي، أكثر من لون طبعا، هي عن طريق الخبرات والتجارب. حلو. شو رأيك تسمعنا شيء؟ نسمع أكيد. يلا تفضل. أنا يا طير ضيعني نصيبي، أنا يا طير ضيعني نصيبي، حيرت لاني الهلي ولاني الحبيبي، والله لاني الهلي ولاني الحبيبي، حرت ما بين أنسى وبين ألاقيك، حرت ما بين أنسى وبين ألاقيك، واحن مرة الهالي ومرة تحن ليك، واحن مرة الهالي ومرة تحن ليك، أطير ويا الهوى لو يمر طريق. ما شاء الله على الصوت القوي والحلو. ما شاء الله. ما شاء الله عليك. طب بدي أسألك، نحن اليوم بعصر التكنولوجيا، النت، وسائل التواصل الاجتماعي، قديش هالشي ساعدك؟ هل عم تحاول توصل صوتك عن طريق هاي الوسائل؟ تماما. هلا شوفي انا في عندي فريق اعلامي مختص بهذا الشيء صراحه، حلو. لانه بتعرفي انت في وقت للدراسه، في وقت للشغل. صحيح. بفريق الاعلامي بوجه لهم تحيه بدير الزور، الاستاذ يحيى منديل، الاستاذ محمد ديب، هن المشرفين على التواصل الاجتماعي عبر حساباتي الرسميه طبعا. ولكن اكيد المواقع التواصل الاجتماعيه لها فضل كثير علي. انا انا في لي اعمال خاصه فيني. نزلت اخر كليب الي بعنوان قهرت علي روحي، جاب 250 ألف مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني أنت بتسجل أعمال وبتنزلها على صفحتك؟ تماما. تماما. في ناس مختصة هي بتنزل لي، أو لأنه بتعرفي في وقت للدراسة وفي وقت للعمل. طيب مع مين عم تتعامل من الكتاب الملحنين؟ والله أنا بتعامل أكثر شيء في أبناء بلدي وفي برا، يعني في كثير شعار بالدير أنا بوجه لهم تحية، ما فيني أقول فلان أو أحد، كثير شعار بالدير وكثير برا عم يتعاملوا معهم، وإن شاء الله في أغاني بالأيام المقبلة راح تنزل. واللون الفراتي كمان عم بتقدمه باغانيك الخاصه ولا تماماً. يعني هو دائما انت اخذه ولا في شيء ثاني ممكن تغنيه؟ لا لا أنا آخذه، يعني بغني أغاني الفراتية التراث، إحنا في عندنا تراث دير الزور بغنيها، وفي هلا شيء عم جهز أغنية يعني بشبه تراث دير الزور، راح نطرحها الشهر الجاي إن شاء الله. خلينا نسمع شيء. ايه نسمع. مكتوب اسمك يا وطن ومطرز بجوري، راياتنا بعلو السماء والهبل السوري، يا دار بكرة تعمر وتعلى، ويعود يزهي الجوري والنخلة، يا دار بكرة تعمر وتعلى، ويعود يزهي الجوري والنخلة، ساحاتنا الريحان منثوري. طبعا هاي الأغنية يعني هي من
جديده وكلمات جديده ولحن جديد. وجه تحيه للاستاذ مازن علوش وصاحب هذه الكلمات اكيد واللحن. اكيد. طيب كيف عم تشوف حال الاغنيه السوريه بهذا الوقت؟ والله هذا الوقت بدك تلحقي الترند صراحه. بتشوف يعني لو كانت كلمات يعني هابطه، لو كانت يعني صحيح في مثلا كثير تماما في كثير اغاني بنسمعها بس ما بنعرف مين صاحبها بالاساس. حتى يمكن ما تعرف كلماتها شو هي، المهم تماماً، انه صفصفة كلام هيك. نرجع قلت لك بدك تلحقي الترند بهذا الزمن يعني صراحه. لانه كثير ناس هلا متجهه للتواصل الاجتماعي اكثر من التلفزيون يعني صراحه. مزبوط يعني. طب وقد ايه مهم انه انت هلا عم تحاول التراث، نحن عندنا بمنطقه الجزيره عم تحاول توصله باغانيك، عم تحاول توصله بصوتك، ويمكن بعيدا عن هذا الشيء الهابط اللي نحن عم نشوفه وعم نسمعه. تماما، ولكن هلا في كثير اغاني من تراث دير الزور اخذت صدى، يعني مثل الموليه. صح. موليه يعني معروفه على مزبوط. مستوى سوريا، اخذت صدى كبير، ويمكن في ناس ما بتعرفها حتى لانه هي تابعه لدير الزور. بتعرفها يعني نحن في عندنا الرقه دير الزور، القامشلي، كل حدا بيختص بمقام ما باغنيه الموليه، يعني كل حدا بيغنيها باداء شكل. كمان بدنا نسمع منك شيء، اليوم طمعانين فيه كثير. اي اكيد، انا اتشرف والله واكبر فيكم. أهلا راح وسهلا اغني فيك. لكم الموليه كلكم. يا اهلا، تفضل. الله على ابو الزلوف عيني يا مولاي، يا احباب لا ترحلوا ظلوا حواليا، كل ما يرف الهدب اقعد واصلي له، ارفع ايديني بعلا وبالروح ادعي له، والله ان غاب القمر لاطلع واضوي له، واتكاوان ويا النجيم واعمل خاليلية. الله عليك، الله عليك، ما شاء الله على الصوت. بدي اسالك هون، هلا عم تحضر بفتره الصيف لحفلات، شو مخططاتك هلا بالفتره هلا الجايه؟ مخططاتنا والله في عندنا مهرجانات وحفلات هون بدمشق مع فرقه الربيع الموسيقيه بقياده الاستاذ الكبير سائر فهمي، وفي عندي تصوير كليب ان شاء الله الشهر الجاي بشتغل ان شاء الله. بس قلت لك انا وارجع اقول لك انه فتره الدراسه هي شوي يعني بتاخذ الوقت، عم تاخذ وقت منك. تماما، واحد بده يوزن وقته بين الدراسه والشغل، وموضوع الشغل هلا اكثر من الدراسه، فالحمد لله هلا انا ترفعت على الثانيه ان شاء الله، فبدي هلا الثانيه هي مرحله تخرج، يعني بدك تركز فيها. تمام، بدي اركز على مرحله التخرج يعني. وآلة العود شو ميشانا، لوين وصلت فيها؟ آلة العود والله هلا مستمر فيها ان شاء الله، ما بتخرج الا بكون عازف عود ان شاء الله. ان شاء الله. هي الآلة اللي كثير انا بحبها، يعني بعتبر انه الفنان، انا بعتبر اي فنان لازم يكون مختص بآلة، وآلة العود من اقوى الآلات الشرقية اللي الواحد يعني اذا بيكون موهوب بالغناء وبيجي يتعلم عود بيتثقف اكثر. صحيح، مزبوط. طب بدنا نختم هيك اللقاء بشيء من حضرتك. اكيد. تهنا ولقينا الشط علينا تغير، احنا بهواكم دوم ما نتغير، حلوين واغلى احبابي بيكم اباه اصحابي، يا شوقهم عذب دليلي واكثر، انا يا شوقهم عذب دليلي واكثر، اثنين جنا والوقت مر بينا، اليوم نتحسر على ماضينا، يا العشق هم كذابي بيهم غميق اصوابي، يا العشق هم كذابي بيهم غميق اصوابي، يا شوقهم عذب دليلي واكثر، انا يا شوقهم عذب دليلي واكثر. ما شاء الله ما شاء الله، الله يخلي لك هالصوت. نتشكرك يسلمك. كثير المغني علي نزال، اهلا وسهلا فيك. اشكر الاستاذ سمير طحان والاستاذ دعد الايوب، الاستاذ سائر فهمي على الاستضافه الكريمه، وشكرا لكم. اهلا وسهلا فيك. بس المره الجايه ما بنقبل غير بالكليجه. ها اكيد اكيد اكيد. او على الاقل الا طريقه التحضير. تمام. اكيد. اهلا وسهلا فيك، نورتنا، واتمنى لك كل التوفيق. الله